السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي هعمل طبق شعرية باللبن. عايزة أقول لكم أنا مش بحب أعمل شعرية باللبن إلا بالسكر واللبن فقط لا غير. المكسرات وجوز الهند والحاجات دي والله العظيم عندي، بس أنا بصراحة مش حابة إني أنا أعملها بالمكسرات. فتعالوا معانا خطوة خطوة هوريلكم في عز البرد هنعمل إيه. دلوقتي بقى أنا هولع البوتاجاز قدامكم أهو. ولعت البوتاجاز والحله طبعا زي ما انتم شايفين حطاها على البوتاجاز. والله دي من نوع بقالها فتره عندي تيفال، بس للاسف الشديد استعملتها غلط وكله الحاجه اللي فيها راحت، فعذرا معلش. مش بقيمه الحله، ولكن انا عايزه اقول لكم يا ريت محدش يتريق في التعليقات، لان في تعليقات كتيره جارحه. وانا عايزه اقول لكم دلوقتي هبدا احط السمن مش الزبده، لان ما عنديش زبده. بصوا حبايبي انا حطيت السمنه دلوقتي. عايزه اقول لكم طبعا الانسان مش انا عارفه ان انا مش شيف، انا مش شيف، ولكن انا الحمد لله بقدم لكم الحاجه اللي بمستطاعي ان انا اقدمها قدامكم. انا طبعا دلوقتي حطيت السمن وهبدا دلوقتي احط انا على فكره مش بحب كلمه ماده دهنيه. انا لو زبده هقول لكم ياما كنت طبخت قدامكم بزبده، كانت عندي زبده، بس انا زي ما انتم عارفين ان انا راجعه من السفر لسه ما جبتش زبده وما جبتش اي حاجه. دي سمنه عادي، طبعا مش هقول لكم على اسمها علشان تقريبا ممكن يكون غلط على الاسم كده، ولا هقول لكم على اسم الشعريه، لاني انا وصلني كتير في الكلمات المحظوره اني طبعا كل الكلمات دي بتبقى الشركات بيقولك الاعلانات لو هتيجي يا رب ان شاء الله قريب الاقي اعلانات عندي يا رب، فبيقولوا هل ده الاعلانات دي هتبقى للشركه ولا ليكي. المهم انا هخلص الشعريه وهحمرها وارجع لكم. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اللون بقى لونه ذهبي، لونه جولد. هبدأ بقى احط عليه المية اغطيه، مش هنحط زي الرز، مش هنحط. بصوا يا حبايبي معلش عشان البخار الحلة، احنا مش هنحط يبقى مغطي خالص سنتي ونص زي الرز، لا انا مغطياها كده. وطبعا لا حطيت سكر ولا حطيت اي حاجه، هيغلي واوريه لكم. بصوا يا حبايبي طبعا هي دلوقتي شربت الميه كلها وانا وطيتها على نار هاديه. ودلوقتي يا جماعه الشعريه خلصت وعايزه دلوقتي اغرفها. تفتكر بقى يا رباح اغرفها في الطبق ده ولا في الطبق ده ولا في الطبق ده؟ والله بيتهيألي في الثلاثة. في الثلاثة ده ولا ده ولا ده؟ الثلاثة. أنا بقول ده. ماشي أوكي. خلينا الكبير عشان أنا الكبير. أخلي لك الكبير؟ أيوه. وأنا الصغنون ده؟ أيوه. طب مش عارفة أنا محتارة برضو. لو أنت احتجت أنا هديكي. بص أنت هتاكل في ده متأكد؟ أكيد. هغرفه قدام الناس. شور. وأنا ده؟ أيوه. طيب خلاص يلا نغرف. يلا الرحمن الرحيم. أيوه احنا دلوقتي أهو بنغرف الشعرية الجميلة. أنا عندي زوجي هو مش بيحب المكسرات زي ما أنا قلت لكم، هنحط سكر وقرفة ولبن. لبن. طب هنمليه على الآخر ولا إيه يا زوجي؟ والله كده ماشي. طب كده حلو كده، وريني كده. أوكي ماشي. طب طبق بقى صقنون ولا إيه؟ ممكن تتوصى بيا بعد إذنك ولا ممكن يا باشا، ولا ممكن آكل أنا في الخباثة؟ ممكن يا باشا نحط دور أرضي ودور تاني. أوكي. عادي. دور واحد إيه؟ دورين عادي دورين. ماشي. عادي. طيب وعمورة. وهنغرف برضو العمورة. وأمير. مرة بقى لما يجي. اوكي تمام. الشعرية دي يا جماعة ماما كانت بتعملها لنا زمان. ايام الحرب وايام الكلام ده في العريش. فكنت ليها ذكريات عندك صح؟ طبعا كنت بموت فيها بصراحة. بعد الشر عليك يا زوجي، بس بتهيألي كفاية كده ولا ايه؟ حلو قوي كده، جميل صح كده؟ اوكي. طيب نغطي الحلة. فليها ذكريات معايا بصراحة، ليها ذكريات عندك. بص خلي بالكم يا جماعة احنا غرفنا بص ادي واحدة وادي طبق جوزي
وده طبق الصقنون، وده عمرو لان امير بره. يلا بقى نحط اللبن. اوكي. هنحط اللبن ماشي. وطبعا احنا يا جماعه اهو معانا السكر الجميل اهو. وزوجي هيبدا بقى يعني بقى هيتوصى بطبقه بقى. اتوصى بطبقك بقى ولا ايه؟ انا لازم اظبطه. اوكي. طب يلا نعزم انجل معانا ولا بلاش؟ انجولا حبيبتي. انجولا؟ انجولا وشيمو. تتفضل والله بالهنا والشفا. طيب قول لها زيزا بتحبك يا انجل. والله زيزا بتحبك خالص يا استاذه انجولا. انتي نورتينا بصراحه. وشيمو. شيمو ربنا يعوض عليك يا شيمو يا رب. لا لو سمحت انا عايزه لبن كتير، بحب اللبن كتير. باشا انا بحب اللبن طبعا كتير. ده ما ينفعش. اوكي كده ما ينفعش. طيب ممكن بقى. طب بس انت اللبن قليل ولا انت حابه كده؟ انت قلت لي بس، انت اللي قلت لي بس. انت بص ما سمعتش كلامي. فكرتني بامي. بمامتي. سكر. انت عارف مراتك مش بتحب السكر كتير. انت السكر قليل. انت بقى يعني ممكن ربع كيلو صح؟ عادي. انا عادي. شيمو بقول لك جوزي معلقه كويس. اوكي معلقه انا كفايه خالص. ايوه. وعموره بتحب زي عمرو. ايوه عمرو صاحب القناه جميله. شجعوه يا جماعه، شجعوا امير. عمرو ده مش زيتي ده. وعلى فكره هعمل لكم مفاجاه، انا وزوجي هنطلع لايف مع بعض ونطبخ مع بعض. ودلوقتي بقى هقول لكم دلوقتي احنا يعني هنلحق الشعريه قبل ما تبرد. وهي سخنه بصراحه. فلان انا متعقدين مني. والى ان نلتقي في فيديو اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الكابتن عمرو. طبعا يا جماعه انا نسيت حاجه واحده مهمه لاني بعشق القرفه، فرجعت تاني بعد ما انا قفلت الفيديو. ما تكترش، مش للدرجات دي يعني يا زوجي. مش الدرجات دي يعني. هي القرفه خلي بالك لذيذه، بتدفي في الشتاء. بتدفي وبتعمل سيوله في الجسم حلوه قوي يا جماعه على فكره. وانا بقى ليا نصيب، انا اللي اقفل القفله بتاعتي. عقبالي يا رب. ادعي لي يا زوجي ان قناتي تتفعل يا زوجي. يا رب اصحى من النوم الاقي فيها اعلانات يا رب. يا رب يا رب يا رب. واخد لي منهم اعلانين كمان. والى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا عموره.